السلام عليكم. أنا رضوان وهذه حلقة خفيفة من سلسلة جرائم العشرية السوداء في الجزائر. قبل أيام ظهر واحد الشخص على قناة المغاربية واسمه عمر رامي، وقال أنه كان شاهد على عملية تعذيب اللي كانت تقوم بها المخابرات الجزائرية في أحد مراكزها اللي يسميه هو مركز عبلة، بحكم أنه كان معتقل بتهمة تفجيرات المطار اللي صارت في 92 في العاصمة. وألف كتاب سماه ربيع الإرهاب في الجزائر، وروى فيه شهادته بالتفصيل وعلى كل واش اللي شافه في مراكز الدي ار اس. في الحقيقة أنت كي تسمعه للمرة الأولى راح تتعاطف معه، ولكن كي تقرأ الكتاب راح تكتشف أمور واحدة أخرى. فكرة الكتب اللي تحكي على التعذيب في الجزائر أيامات العشرية السوداء، أو كتاب يحكي على المجازر الجماعية اللي وقعوا في هذيك الفترة، مش فكرة جديدة، سبقوه لها ناس أخرين كيما نصر الله يوس اللي كان شاهد على مجزرة بن طلحة، ولا الحبيب سويدية اللي كان ضابط في القوات الخاصة، ولا حتى كتاب مثل كتاب مزيان آية العربي اللي يحكي فيه عن المجازر بصفة عامة. كل هادو الناس اللي ذكرناهم فيهم اللي كان شاهدوا فيهم اللي تقص الحقيقة وجمعها في كتاب، لكن الفرق الوحيد اللي بينهم وبين هذا السيد عمر رامي هو أنه دار أمور خلوه يفقد المصداقية تاعو، حتى وإذا كان صح تعرض للتعذيب اللي ما نكروهش، لأنه في هذيك الفترة كانوا الناس بزاف يتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والإخفاء القسري. هذا الشيء أمر واقع وواحد ما ينكره، ولكن اللي خلى عمر رامي يفقد مصداقيته في الرواية هي أولا دار النشر مروكية، وهذا الأمر ما يتقبلوهش الجزائريين بسهولة وما يصدقوهش، لأننا نعرف أن المراركة كذابين وهمهم الوحيد هو تشويه صورة الجزائر، وعلى هذه ما نقبلوش كل خبر جاي من عند المروك. ثانيا، مترجم الكتاب غير معروف، لأن عمر رامي كتب الكتاب باللغة الفرنسية ومن بعد تمت ترجمته للغة العربية واللغة الإنجليزية. ثالثا، ممول الطبع والنشر غير معروف، وهو قال بنفسه أنه في الأول حب يطبع الكتاب على نفقته الخاصة، ولكن الكتاب ما لقاش رواج كبير، حتى أنه اتصل به واحد من الناس وعرض عليه يعاونه ويمول نشر الكتاب. شكون هو هذا الشخص مش معروف. رابعا، حل ضيف على قناة المغاربية، واللي هو معروف عند كامل الجزائريين أن قناة المغاربية قناة معارضة من الخارج، وهي ممنوعة من العرض من داخل الجزائر بحكم أنها تابعة لجهات معينة وممولة من طرف أناس تعتبرهم الجزائر إرهابيين أو أعداء بصفة عامة. وعلى هذه كل شخص يحل ضيف في هذه القناة يفقد المصداقية تاعو عند الغالبية من الجزائريين. خامسا والأهم، أنه كان إرهابي ومناصر للجماعات الإرهابية، وهو بفمه قال أنه مش نادم، وكان ضلع مهم في عملية المطار اللي راح ضحيتها 8 أشخاص ومئات المصابين، وكان من بين اللي سهلوا دخول المتفجرات اللي استعملوها في تفجير المطار. كون نقارنوا عمر رامي مع نصر الله يوس مثلا، نلقاو نصر الله يوس مواطن عادي كان شاهد على مجزرة وقعت في الحي اللي كان يسكن فيه، وانطلاقا مما عاشوا في هذيك الليلة قام باستنتاج مجموعة من الأمور اللي أي مواطن عادي يقدر يستنتجها. مثلا كان يتساءل علاه ما عطاوهمش السلاح إلا بعد أسبوع من وقوع المجزرة، علاه قامت الدولة بقطع أسلاك الهاتف في الحي قبل المجزرة بيامات، علاه قامت الدولة بقطع الإنارة العمومية في هذاك الحي قبل وقوع المجزرة، علاه قامت البلدية بقطع أشجار البرتقال اللي كانت تغطي الغابة اللي وراء حي الجلالي الحي اللي وقعت فيه المجزرة. هكاك تاني كون ناخدو مثال حبيب سويدية، هو كان ضابط في القوات الخاصة وكان شاهد على بعض التجاوزات الخطيرة على حد قوله اللي كانت توقع أمامه. ولكن في المقابل نلقى عمر رامي صرح في الصفحة 48 أنه كان مسؤول على البندقية، وكذلك يحكي لنا كيفاه ابتز صديقه في الصفحة 54، يحكي لنا على السيارة سنسنكات اللي يسموها المخابرات السيارة الشبح اللي كانت تنقل المتفجرات من باتنا للعاصمة. وفي الصفحة 62 كان يبين كيفاه كان متعاطف مع أمراء الجية ومع الإرهابي محليفي، وكيفاه كان معجب بهم تصرفاتهم. في الصفحة 84 وصف أمراء الإرهاب بخيرة إخواننا. في الصفحة 91 وصف الهروب الجماعي من سجن لومباز بالأروع في العالم. وفي الصفحة 105 من الكتاب يظهر تعاطفه وحسرته على موت شريف قوسمي أحد أمراء الجية، حيث يوصفه بالراحل. وهنا يعترف أنه كان على تواصل مع الإرهابي السعيد مهندس الحواجز المزيفة لقتل الأبرياء باش ينتقم من المخابرات اللي عذبته في مركز بن عكنون، وكان متعاطف معاه وتحسر عندما قتلوه وين كان متخبي في الجبل. وكان يعترف أنه صديق للجماعات المسلحة، وكان يأكد رغبته في الانضمام إليها والالتحاق بهم في الجبال. صحيح أننا ندين كل أنواع التعذيب والإهانة لأي شخص أو الإساءة لأي كان سواء إنسان أو حيوان، لكن هذا مش معناه كي تحب تنتقم تصب غضبك على الضعفاء والعزل والأبرياء، هذا يولي اسمه جبن. سلام.